ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا والله، حبيبه والشيخ قلبي. احمد ربنا يزيده يا رب علم وايمان يا رب. ربنا يكرمك يا الله حبيبتي. يحفظك. كنت اتفضلي عاوز سؤالك. اسال حضرتك فضيله الشيخ، بس انا متجوزه من 17 سنه ودايما في مشاكل مع جوزي على اقل حاجه، على مصاريف البيت، على اي حاجه، حد اي ما يرضاش يودي حد للدكتور ولا يجيب اي لبس في اي مناسبه، انا والولاد خالص نهائيا، دايما مش معاه. في نفس الوقت اسمع ان هو ما شاء الله عليه وعلى خيرات والحاجات والتبرعات اللي هو بيعملها بره مع الناس، ده حكمه ايه فضيله الشيخ؟ ده دايما مضايقها علينا وحارمنا. مؤخرا بقى سمعت ان هو بيتكلم عليا، يكون كويس معايا وقاعدين واكلين شاربين نايمين كويسين جدا مع بعض ويروح يتكلم عليا بره مع الناس. طب بيتكلم مع مين؟ الغريبة. بيتكلم مع مين؟ مين اللي قال لك؟ بيتكلم مع ناس كتيره جدا، قربة وغربة يعني. واللي انا اتاكدت منه ان حاجات كانت بتحصل في البيت واكل كان بياكله لنا، والناس دي بتعرفه، فاكيد الناس دي هتعرف منين الا منه. ليه كده؟ يعني هو طول من ساعه ما اتجوزتيه طول الوقت كده، ولا دي حاجه جديده عليه؟ هو على طول كده، بس هو زايدت بقى اخر كام سنه، ما شاء الله يعني. معايا 3 ولاد، ولدين توأم وبنت كبيره، فمن ساعه ما الولاد يعني بقوا يكبروا ومصاريفهم زادت، فهو المسؤوليه زادت عليه قوي، ما بقاش يتحمل المسؤوليه. طب معلش، بس انا دايما المصروفات حاسه لا، هي المصروفات زادت عليه ومع ذلك بيبدأ يتبرع ويتصدق. بيعمل خير كتير جدا جدا بره كتير، واي مشكله بتقف مع حد بالفلوس بيحلها وبيديهم الفلوس عشان ما تحصلش مشكله. لكن احنا مش مهم، انتوا ما حدش شايفكم وانا ما بتكلمش. بس السنه دي انا ابتديت اتكلم، وابتديت اي حد بيقول لي حاجه انا بقيت اقول لا وما بيعملش كده. فانا دلوقتي فضيله الشيخ استغفر الله العظيم يا رب، هو وصلني لحاله نفسيه ويأس فظيع جدا. طول ما انا قاعده عماله ادعي ربنا ان ربنا ياخدني انا وولادي في يوم واحد. ليه كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تعرفي اولا سيدنا النبي نهى عن كده عليه الصلاه والسلام. يعني نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو الانسان على نفسه او على ولده. انا عارفه بس طب احنا ليه بندعو على انفسنا؟ ليه ما بندعيش ليه بالهدايه؟ يعني بدل ما ندعي خلاص احنا هندعي، بدل ما ادعي على نفسي ادعي له بالهدايه. دي حاجه. ما هو فضيله الشيخ دايما بيكتب وبيقول حاجات كذب والناس بتصدقه، لان العلاقه ما بتحصلش. انت ما يهمكيش دلوقتي الناس، انت يهمك ان انت ازاي تجيبي اكبر استفاده منه ليكي ولولادك. الناس تقول اللي تقول، والناس ايه دلوقتي مضايقه علينا جدا جدا جدا، ما فيش لبس مدارس. طيب هو بصي يا اختي الكريمه، انا واهلك فين بقى يا سما في القصه دي؟ موجودين ودايما مساعديني، دايما بيساعدوني. هم اصلا انا مش عارفه. ايوه اهلك هل قعدوا معايا؟ هل اتكلموا معاه؟ بيتكلموا معايا، بيقول لهم بس هو ما بيحترمش للاسف، ما بيحترمش امي ولا ابويا مع انهم قرايبه، وما بيحترمش اي حد دلوقتي، ما بقاش في اي حاجه فارقه معايا دلوقتي. ولا اهله؟ انا عايزه اتطلق. ما هو قريبنا، فهو اهله هو اهله. كلكم عيله واحده. طب ماشي، انت لو اتطلقتي هتعيشي منين انت وولادك؟ هل عندك طريقه؟ يعني المشكله ان انا يعني من كام شهر كده ما بقاش قاعد معانا وساب البيت وبقى في مكان تاني، ما كانش بيصرف علينا. ولما استلفت من الناس عشان اصرف على الولاد وجيت قلت له، قال لي ماليش دعوه، خلي امك وابوك هم اللي يصرفوا عليكي. يعني هو ما بينفقش عليكم اصلا دلوقتي بينفق علينا، بس مش قادر اقول لحضرتك اقل من احتياجاتنا، يعني اقل. انا مش قادره اقول لحضرتك. طيب يعني انت بقى لو اتطلقتي ممكن مثلا تفضلي قاعده في بيتك انت وولادك؟ طيب مش هيصرف، هيعند معايا، مش هيصرف. هتصرفي منين بقى؟ انا الحمد لله هنزل اشتغل، بس انا الشغلانه اللي انا نازلاها يعني مرتبه ضعيف جدا، ما تنفعش خالص تمشيني انا والولاد. بس هو كويس، هو في شغله هو كويس وتاجر. ايوه، احنا دلوقتي بنتكلم، هل انت تقدري ان اهلكوا بقى يتفقوا معاه ان هو يطلقك ويسيبك في الشقه انت والولاد ويصرف عليهم؟ لا ما بيصرفش برضه حضرتك، بقول لحضرتك لسه من كام طب ماشي يا سما، انت يا حبيبه قلبي هتعملي ايه لو اتطلقتي؟ قصدي ايه الفرق لو اتطلقتي او ما اتطلقتي؟ ما هو مش هيصرف اكتر، هيعند جدا جدا. تعبانه نفسيا من الكلام اللي انا سمعت ان هو بيقولوا عليا. انا حضرتك يعني دايما عايزه تعيش دور الضحيه، دايما عاوز الناس تقول عليا الكلام اللي انت بتعمله دوت، وايه اللي انت الست اللي انت متجوزها ازاي. دايما عايز يعيش في دور الضحيه والناس. ايوه، عنده يعني مشكله اضطراب نفسي، عنده مشكله نفسيه من صغره، عشان مامته سابته وهو اخواته وهو صغيرين، وعنده عقده. انا عارفه، بس انا عندي حضرتك اتحمل الحاله النفسيه. وعنده ضعف ثقه بالنفس على فكره. ما هي بتقول عنده مشكله نفسيه بسبب حاجه في التربيه هي عارفاها العقده دي. طيب ما هو بقى طلعها عليكم العقده دي. طيب هو الصوت قطع بس سما يعني هو ترد عليها يا شيخ، تقول لها ايه؟ انت. لا انا بقول لك سما ترد عليها تقول لها ايه؟ لا انا عاوز نصيحتك يعني ليها الاول. نصيحتي انا؟
نصيحتي ان الطلاق في الحاله بتاعتها دي مش هيجيب نتيجه، هيعند اكتر ومش هيصرف على اولادها، والشغله هي بتقول ان فاحنا هي بنطلع من ضرر نقع في ضرر اكبر. صح؟ وممكن يطردهم من البيت ولا حاجه، ما هو بقى بتقول لك ما بقاش فارق معاه اهله ولا اهلها. ايوه صح. فالخوف بس كده عليها وعلى اولادها. وحاجه تانية، هي مديه حجم كبير قوي لكلام الناس، طنشي خالص، ما يقولوا اللي يقولوا. احنا عندنا الحكايه دي دمرتها يعني نفسيا. احنا عندنا مشكله لما نيجي نعالج المشكله دي مع اي حد، انا بجيب ورقه وقلم واقول له لو سمحتوا اتفضلي اكتبي الايجابيات والسلبيات في الزوج بتاعك، وانت كذلك الامر اكتب ايجابيات وسلبيات بكل صدق والله مطلع عليك في الزوج، ونبدا نشوف ايه الاكتر وايه اللي ممكن يتحل من المشاكل اللي موجوده في السلبيات دي، ونبدا واحده واحده نعالج المساله، وبنكتر الايجابيات وبنبدا نقلل في السلبيات. دي حاجه يبدو ان الشخص ده من خلال الكلام فهو انسان مضطرب نفسيا، عنده ضعف ثقه بالنفس، دي نتيجه ممكن يكون خلل في التربيه او حصل حاجه في التربيه وهو صغير، ففي اشكاليه، فمحتاج ان هو يتعالج من المساله دي عشان يعيد له مره ثانيه قضيه التوازن. قضيه الفهم اصلا في الانفاق على الاسره مغلوط شويه، بمعنى ايه؟ ان كتير من الناس فاهم ان انا احرم اولادي واحرم زوجتي من الحاجه الاساسيه اللي هم بيحبوها مثلا وانفق على الاخرين، فشايفين ان ده خير. هو ممكن الله اعلم طبعا بقى على الشخصيه اللي هي فيها شويه تركيبات فيها مشاكل نفسيه دي اللي هي بتحكيها، ان هو عايز يبين قدام الناس، والله اعلم طبعا محدش بيخش في نيه حد، الله اعلم بنيته يعني، والله اعلم، لكن ممكن يكون بيتمنظر يعني بيتمنظر ان انا كويس وان انا حتى لو ده دي مصيبه لوحدها، وان مراتي اي كلام بقى بتقوله تبقى كذابه، اذا كنت انا بدي بره يبقى مش هديهم في البيت كده. أيوة يعني والله اعلم. انت عارفه المثل بتاعنا اللي هو يا جماعه اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. هو مش الجامع بالمناسبه الجامع اللي احنا بنصلي فيه، لا عشان بس الناس فاهمه ايه يا عم الشيخ الجامع ده، لا مش الجامع ده، الجامع الذي كان يجمع الاموال. أيوة. اموال الزكوات من قبل الحاكم انذاك، فيقول لك اللي يعوزه على البيت انا فقير ومحتاج وبيتي، فهدي للراجل اللي جاي اللي هو يجمع الاموال ليه؟ فعشان نصحح المعلومه الراجل الجامع ايوه عشان الناس ممكن يعني يفتكروا المسجد يعني. نعم. فهو سيدنا النبي وضح المساله دي، لان احنا عندنا فهم غلط ان هو يا جماعه الخير اوعى تفتكر الدينار ولا الجنيه ولا الدولار ولا العمله اللي انت بتنفقها على اهلك دي اللي انت لو قللتها فده خير. نقول لا، سيدنا النبي يقول خير الصدقة دينار أنفقته على أهلك، يبقى ده خير الصدقة. وبعد كده هعمل إيه بقى؟ أشوف بقى الفقراء وأشوف المساكين وأشوف الأقارب، يبقى أفضل حاجة إيه؟ اللي هو أنفق على الأهل. فهو المفهوم غلط عند هذا هذا الإنسان. الطلاق مش حل خالص، لكن هي محتاجة إن مش الأهل بس اللي يقعدوا يا أستاذة دعاء، دايما القرآن يقول حكم، فالحكم ده إنسان الحكيم اللي هو يبدأ يشوف الخلل فين ويبدأ يعالج. فهم أنا أقول لهم روحوا وحدة لم الشمل بمركز الفتوى بالأزهر الشريف، ويقعدوا مع المتخصصين ويشوفوا، يمكن يكون في خلل نفسي في اضطراب فممكن يعالج والحياة ترجع مرة تانية لمجراها الطبيعي يعني، وربنا يهدي سرهم يا رب.